سلام، مرحبا بكم في قناة أمينة جيجي. اليوم عندنا سمك البونيط. جربتها جات هايلة بزاف مادام الحوت راهو رخيص شوية. لهنا راح نوريكم كيفاش راح نقيها. نحي لها هذاك الأجنحة، ديري هكذا بالموس باش تنحي هذوك البيض هذوكا، ومن بعد نقصوا لها هذو الأجنحة تاعها، الزعانف ماشي الأجنحة، وقصي لها اي بلاصه هكذا تلقاها مشوكه نحيها لها. هي سهله التنظيف ماهيش صعيبه بزاف. راح نحي لها ثاني هذه، وخلي لها الراس نتاعها. الراس تاعها ما يتنحاش باش يطلق القو في الكوشه. راح نشقها هكذا على زوج، نحي لها الاحشاء الداخليه نتاعها كامل، نجبدهم هكذا غير بيدي. والراس نتاعها دوك نوريكم ثاني كيفاش. لهنايا هو راجلي اللي ينقي فيها، عاوني فيها باش نقدر نصور. خرجي له هذاك الشي كامل، جبديه هكذا راح يتجبد بكل سهوله. والراس فيه واحد كي شغل هكذا كالزعانف هكذا، نحيه باش ما يطلقوش المراره في لاصوص هذوك الحموره، فيها الدم بزاف تقولي ذبحنا كبش. وراح نشللها ونغسلها نحطها في الفريغو. حطيتها في الفريغو، طيبتها السما من غدوه، نزيد نحي لها ثاني هذه. يعني اي بلاصه هكذا مشوكه نحيها لها. لهنايا راح نبدا في لاصوص. عندي لهنايا حبه بصل راح نقطعها دوائر. البطاطا مانيش راح نديرها في الكوشه، راح نقليها باش ما تاخذليش وقت كبير تاع الطياب، وما نحبش البطاطا تكون طايبه في الكوشه، مقليه احسن. نقطعها هنا دوائر، هنا على حسب افراد العائله. هنا اليوم جاتني اختي وخويا وام ضياف، راح ندير لهم هذه الحوته. عندي لهنا حبه تاع طماطم كبيره ثاني قطعتها هكذا دوائر، وراح ندير معاها ثاني كومونبير باش تجي يعني كميه لا باس بها. لهنا معوجه هكذا على خاطر مازالت شويه جامده، لاني لحتها في الفريغو، نظفتها في الليل ولحتها في الفريغو الصباح طيبتها. لهنايا نحط البصل هكذا من تحت، ونوجد لاصوص اللي راح نديرها لها. ومن الاحسن ديري لها الليمون، انا الليمون ما عنديش، راح ندير لها غير معدنوس وكمون، فلفل احمر، الثوم والملح وشويه فلفل الكحل. الفلفل الكحل ما تكثريش بزاف. درت لهنايا دوائر تاع البصل هكذا. خليت هذيك الحوته تذوب شويه باش تشرب لاصوص. لهنايا قطعت المعدنوس هكذا قطع رقيقه. درت مغرف كبيره تاع كمون. الا راح ديري البطاطا معها في الكوشه ضاعفي الكمون والفلفل الكحل والفلفل الاحمر، ضاعفي يعني الكميه، لانه البطاطا على بالكم بلي تمص التوابل بزاف. انا كي مانيش راح نديرها ما كثرتش التوابل بزاف. درت لهنايا فلفل بارد مغرف كبيره. راح ندير الثوم. لهنايا سنينات تاع ثوم، 3 ولا 4 على حساب الكميه تاع الحوت اللي عندك. وراح نزيد لها طماطم صلبات والزيت والملح. هذا واش ندير فيها التوابل. طماطم صلبات شويه جامده، راح نخليها تذوب شويه. ودرت طماطم صلبات مغرف كبيره، وندير شويه زيت هكذا باش نديرو في هذيك الحوته. راح ندخل هذو التوابل نخلطهم مليح وندخلهم في هذيك الحوته. هذه هي الحوته. راح ندير فيها ثاني قرن تاع فلفل، راح نشلطها هكذا بالموس باش يدخلها الطياب وتدخلها هذوك التوابل مليح. ونحط فيها لاصوص من داخل لبرا، واستعملي يديك. راح نشقها ثاني هكذا شويه من داخل لانها مازالت شويه جامده هكذا باش يدخلها الطياب مليح. باش ندخل فيها هكذا التوابل مليح، واستعملي يدك. ووجدي ورق الطبخ، ورق الالومنيوم، وشو لازم القارص. انا القارص ما كانش متوفره عندي. من الاحسن ديري القارص. راح نملحها هي وحدها، وملحت التوابل هذوك وحدهم، والملح درت ثاني في البصله. راح نطليها هكذا نخليها تتشرب شويه لاصوص، يعني ما تحطيهاش مباشره في الفرن، خليها هكذا مده تشرب لاصوص مليح. الماء ما نزيدلهاش لانه هي راح تطلق الماء. البصل يطلق ثاني الماء، الطماطم ثاني تطلق، يعني ما كلا تزيدي لها الماء باش ما تجيش يعني جاريه. جات واحد البنه هايله، خاصه داك البصل الجبنين هايل بزاف، تكرمل كيما هكذا. هكذا راح نطليها كامل من قدام من اللورة من وسط، خاصة من فوق. ومن بعد كي طيب نحي داك الالومنيوم ونحي هذاك الورق تاع الزبده وخليها تتحمر. انا خليتها تتحمر كما شفتوا في بدايه الفيديو كيفاش جات محمره.
هكذا. نحط هذيك لاصوص كامل كمية كاملة ماهيش يعني بزاف، تبان لك برك بلي بزاف بالمية هذيك لاصوص باش ما تجيكش ناشفة، لانه سمك البونيت شوية يجي ناشف وكيما الزدر تاع الدجاج. ولميتهم هكذا راح نكملها لاصوص هذيك كامل ونغلفها بورق الزبدة ورق الالومنيوم، قلت لكم خلوها تريح شوية ومن بعد نحطوها في الكوشة. هذا مكان راح نزيد لها شويه تاع زيت، لقيتها بلي ناقصه شويه زيت، لهنا راني زدت الزيت خلاص. هكذا نغلفها ونخليها تريح شويه اللوحه في الكوشه. والطياب كل كوشه ولا في الفور تختلف يعني من كوشه لكوشه. انا نقص لها النار وخليتها تطيب على نار قليله. طابت يعني مليح، دخلي فيها الموس الى دخل هكذا بكل سهوله. بعد هاي طابت وزيدي حمريها من فوق، نحي لها هذاك الورق وخليها باش تتحمر على النار ومن بعد هكذا تكون واجده. راح ندير هذاك الكومونبير نديروه هنايا في ورق الزبده، نفتحو هكذا. انا شريت هنايا بواطه صغيره هذه اللي لقيتها، الا كنتو عائله كبيره ديري بواطه كبيره. راح نرشق فيه لهنايا حبات تاع الثوم ونديرلو شويه زيت زيتونه ونلوحو في الفور. الريحه تاعو هذيك الفايحه تروح، يعني اللي ما يحبش الكومونبير يكون فايح يدير له هكذا ما تكون فيه حتى ريحه، خاصه الثوم هذاك يجي بنين وهايل بزاف. انا جبت حبه الثوم قصيتها شرائح ونحطها هكذا في الكومونبير ورشي لي زيت زيتونه. الا ما عندكش ما ترشيش هكذا باش يجي ذايب ويجي معلك هكذا كالنوقه. درت له هنايا شويه زيت زيتونه، ولا عندك الزعيطره ديري له شويه زعيطره. انا ما عنديش الزعيطره، راح ندير له هكذا نلوحو في الكوشه ومن بعد راح نوريكم كيفاش طاب كيفاش ذاب. يذوب يعني ما يطولش بزاف، واحد 20 دقيقه واحد ربع ساعه هكذا. البطاطا عندي هذه راح نقطعها ونقليها عادي، تحبي ديريها في كوشه مع الحوت نورمال. انا الحوته تاعي بعد ما طابت خليتها في هذاك الالومنيوم تاعها مع لاصوص تاعها كل. شوفوا كيفاش طابت لهنايا، باينه بلي طايبه وبنينه محمره مجمره. زينتها هنا بالبطاطا وشويه معدنوس والقارص، انا القارص ما عنديش. وهذا الكومبومبير تاعي بعد ما ذاب قطعته هكذا مربعات رقيقه. وبالصحه لهنا جات هايله بزاف.